البواسير مع الحمل دي مشكلة كبيرة ومشكلة كتير بنتعرض لها في عياداتنا وسيدات كتير بيشتكوا منها. معاكم دكتور علي عرفة، استشاري النساء والتوليد والحقن المجاري وجراحة المناظير. هقول لكم الخلاصة في الموضوع ده. بالنسبة للبواسير مع الحمل، هي حاجة شائعة جدا في معظم الحوامل. هي ليه بتيجي أصلا؟ أشهر سبب بيخلي البواسير تيجي في الحمل هو الإمساك، لأن الإمساك من أكتر الأعراض اللي السيدة معرضة ليها، وده بسبب هرمون الحمل اللي بيقلل حركة الأمعاء. الحاجات التانية إن الدم بيوصل بكميات كبيرة في الحوض، فده ممكن يعمل ارتخاء في الأوردة بتاعة الحوض، فبالتالي ارتخاء في الأوردة في المنطقة دي فبيؤدي لظهور البواسير. طيب نقدر نعالج البواسير ازاي في الحمل؟ على حسب الدرجة بتاعتها. معظم الحاجات اولا واهم حاجة هو تنظيم الاكل وعلاج الامساك بحيث ان الموضوع ما يسوقش. الحاجة التانية في كريمات وبعض الادوية لتقوية الاوعية الدموية في المنطقة دي. السؤال بقى الاهم، هل البواسير تمنع الولادة الطبيعي؟ قولا واحدا، البواسير بالدرجات القليلة بتاعتها لا تمنع الولادة الطبيعي، ممكن تولدي طبيعي جدا في وجود البواسير، ولكن لو في درجات عالية محتاجة تقييم من الطبيب تشوف تمنع ولا ما تمنعش. واستنونا الفترة الجاية إن شاء الله في فيديوهات كتير مع كلينيك.